الزوجة دي كانت بتشوف شغل البيت، فجأة تليفونها رن، لقت زميلها في الشغل بيقول لها النهارده انا عازمكم على العشاء، لازم تيجي. داني كمان جايه. قالت له معقوله؟ ده انت كده عامل حفله كبيره. قال لها طبعا، ده اقل واجب اعمله معاكم بعد ما سلفتوني الفلوس اللي كنت محتاجها. قالت له حاضر انا جايه، وقفلت معاه. هنا قالت لجوزها هنروح العشاء؟ قال لها لا طبعا انا مش هروح، كان المفروض يتصل بيا ويكلمني انا، لان انا اللي سلفته الفلوس، وكمان انا الراجل المفروض يكلمني ويقول لي تيجي انت والمدام. قالت له ما جراش حاجه، انا وانت واحد، وبعدين هو زميلي انا في الشغل، ممكن يكون اتكسف يكلمك. قال لها ما فيش حاجه اسمها كده، دي اصول. انا مش هروح يعني مش هروح، انت عاوزه تروحي مع زمايلك روحي. بعد اذنك انا عندي شغل في المكتب دلوقتي، مضطر ان امشي. هو ونازل مراته قالت له انا مش معايا فلوس، ممكن تحول لي 5000؟ قال لها ماليش دعوه، خلي زميلك يحول لك. ومشي وهو زعلان. بس جوزها بيحبها ومراته ما كانتش هاينه عليه. أول ما ركب العربية حول لها بدل ال5000 10 تلاف. هي لبست وجهزت والفلوس وصلت. فكلمت زميلتها فسألتها انت مش جاية الحفلة؟ تحب أعدي عليكي؟ قالت لها حفلة ايه؟ أنا محدش عزمني على حفلات، محدش كلمني. قالت لها طيب اقفلي أنا هشوف الموضوع ده ايه. واتصلت بزميلها، قالت له هو مين اللي هيحضر الحفلة بالظبط؟ قال لها في الحقيقة مفيش حد هيحضر الحفلة إلا أنا وانتي بس أنا قلتلك كده علشان توافقي تيجي. قالت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا انا مش هوافق على كده، لو سمحت ما تفكرش انك تعمل كده تاني، وارجوك ما تكلمنيش تاني. وقفلت معاه. راحت السوبر ماركت، اشترت كل الطلبات اللازمة للبيت، ورجعت البيت علشان تجهز احلى عشاء لجوزها ويقعدوا ويتعشوا مع بعض. رجع البيت شم ريحة الاكل، هي اول ما شافته جريت عليه. قال لها ايه اللي رجعك؟ انت لحقتي تروحي؟ قالت له انا ما روحتش اساسا، انا اكتشفت ان هو بيكذب وانه مش عازم حد غيري، فرفضت ان احضر الحفله دي وقطعت علاقتي بيه. طيب يلا علشان الاكل هيبرد. انغسل ايديه وقعد على السفره. هنا الزوجه حبت تساله سؤال خطر على بالها. قالت له انت كنت متضايق جدا ان انا رايحه الحفله دي، رغم كده حولت لي فلوس ووافقت ان انا اروح. قال لها انا كنت رافض انك تحضري الحفله لاني كنت حاسس ان الوضع غريب ومش طبيعي. ثانيا انا بعتلك الفلوس علشان بحبك ومش عاوزك تزعلي مني. ثالثا انا سبتك تروحي الحفله ووافقت علشان بثق فيكي جدا. هنا قال لها علشان نعيش حياه سعيده لازم يبقى في تفاهم بين الزوجين وثقه متبادله كمان. انا اثق فيكي جدا جدا، وكنت عارف انك هتتصرفي التصرف الصح وعمرك ما هتخذليني، وانت عملتي كده فعلا. التفاهم والثقه اهم شيء. صلوا على النبي في التعليقات.